نجم الملاكمة جيرفونتي ديفيس أقوى وأخطر ملاكم وزن خفيف موجود حاليا. يمكن اعتباره النسخة المصغرة والمتطورة من الأسطورة مايك تايسون في عز قوته. كيف نجا من حياة التشرد وأصبح نجما للملاكمة في سن صغير. كذلك كيف أثرت الأموال والشهرة في أن يعلن إسلامه مؤخرا، وما قصة نجاته من موت محقق. تابعوا معنا هذه الحلقة الشيقة. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! من شوارع بالتيمور إلى العالمية تبدأ قصة جيرفونتي عندما كان يبلغ من العمر 5 سنوات فقط. تم الزج بأبيه نحو السجن، وأمه كانت مدمنة مخدرات ليجد نفسه وحيدا. الكثير من الأسر قامت بتبنيه، لكن أسلوب جيرفونتي العدواني والاضطرابات النفسية التي كان يعاني منها لم تدعه يتكيف مع أي أسرة. كان هو واثنان من إخوانه. جدته لعبت دور البطلة بعدما قامت برفع دعوى قانونية، وبذلك كسبت الحضانة بدل الأم المدمنة. وبهذا الأمر رجع كل من جيرفونتي وإخوانه إلى جدته لتقوم بتربيته. رغم ذلك الأمر كان صعبا جدا، فجيرفونتي كان مدمن شجارات شوارع، وكان يدخل في شجارات وهو في عمر 8 فقط ضد شباب في 15 و16 من عمرهم. تخيلوا معي هذا الأمر. عمه وهو الذي كان يلاحظ تصرفاته العدوانية كذلك كان بطلا، لأنه لعب دور الوالد وقام بمنح هدية كبيرة جدا لابن أخيه، وهي القيام بجلب قفازين كهدية ثم أخذه إلى نادي الملاكمة. عندما وصل جيرفونتي إلى نادي الألعاب الرياضية التقى المدرب وبطل هذه الحلقة الذي أسميه كالفين فورد. تذكروا هذا الاسم جيدا. المدرب كالفين كان أكثر من مجرد مدرب، بل لعب دور الأب في حياة جيرفونتي ديفيس. ديفيس دخل نادي الملاكمة ورأى بأن طاقته العدوانية تلك يوجد أين يصرفها، وبالفعل تكيف بسرعة مع حياة الملاكمة وكذلك التدريب المكثفة ليخوض نزالات هواة عديدة مع المدرب كالفين فورد. وفور فوزه في أول نزال هواة له عانق المدرب فورد عناقا شديدا جدا، وكان يبكي ولأول مرة يشعر بإحساس الأب. منذ تلك الفترة علاقته مع المدرب أصبحت أكثر من علاقة مدرب وملاكم. هذا النادي كان عبارة عن ملجأ لكل الشباب الضائعين في بالتيمور، حيث كان المدرب كالفين فورد يقوم بجلب أولئك الشباب من أجل تعليمهم الملاكمة وإبعادهم عن طريق المخدرات والجريمة. كان مصدر إلهام لجميع شباب بالتيمور. الكثير من الشباب الذين كانوا يتدربون في النادي أيضا لقوا حتفهم وتوفوا عن طريق الطلقات النارية. حتى ابن المدرب فورد توفي في أحد الشجارات بالرصاص. كان الأمر صعبا جدا على المدرب، وبعد هذا الحادث المؤلم تطورت علاقته بجيرفونتي ديفيس وأصبح مثل ابنه حرفيا. جيرفونتي أصبح وحشا فتاكا، مستواه تطور بشكل رهيب، حيث وصل عدد انتصاراته بالهواة إلى 206 انتصار مقابل 15 هزيمة فقط. أكيد الانتصارات المتتالية جعلت من جيرفونتي ملاكما يجب أن يدخل الاحتراف في أقرب وقت، لدرجة أنه لم ينتظر قدوم الأولمبياد من أجل المشاركة وتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية، بل اختار البحث عن أول نزال احترافي، لأن صديقنا يريد صنع اسمه ويريد الأموال. موهبة كجيرفونتي أكيد سترصدها أعين الكبار. أتكلم هنا عن الهايمون مالك عروض BBC. الهايمون نجح في أن يمضي عقدا مع ديفيس، وبذلك خاض أول نزال احترافي، لكن فيما بعد سينبهر به فلويد مايويذر. مايويذر لم يصدق ما تراه عيناه، رأى نجما ساطعا يمكن أن يصنع منه أسطورة في المستقبل. مباشرة قام فلويد بعرض صداقته على جيرفونتي ديفيس، الذي كان بدوره سعيدا جدا بهذا الأمر. كان يقضي وقتا كبيرا مع فلويد مايويذر، وبذلك
قام فلويد بجلبه نحو The Money Team أو نادي الأموال، وأصبح جزءا منه ويشارك باسمه. فلويد ساعد جيرفونتي بشكل كبير، حيث كان يقدم له الهدايا الثمينة، لدرجة أن سيارة من نوع جيب كان يحب هذا النوع جيرفونتي، قام مباشرة فلويد بشراء سيارة فارهة من نوع جيب وقدمها له كهدية أو كعربون صداقة. وصراحة أرى بأن ديفيس لم يستفد فقط من الملاكمة تحت لواء فلويد مايويذر، وإنما استفاد أشياء أكبر من ذلك، وهو الذكاء في عالم صنع الأموال بالملاكمة. نعم، الذئب فلويد مايويذر يعرف كل شيء، علمه كل شيء حرفيا، لأنه كان يوجهه لا على مستوى الذكاء وتسيير مسيرته الاحترافية أو حتى على مستوى الذكاء القتالي داخل الحلبة، لذلك تطور بشكل كبير جدا. وإذا تتذكرون كنا نرى فلويد مايويذر وجيرفونتي ديفيس كمجموعة واحدة، كان عبارة عن الأخ الصغير لفلويد، لكن سرعان ما انفصل مؤخرا لأسباب عديدة سنذكرها لاحقا. ديفيس أكيد بسبب الظروف التي مر منها سابقا كان ذكيا وأيضا حذرا للغاية بتوجيهات مباشرة من المدرب الأب كالفين فورد، الذي كان دائما ما يوصيه ويمنحه نصائح ثمينة، لدرجة أن الهايمون كان دائم الاجتماعات مع ديفيس، دائما ما يحاول إقناعه بأنه لن يخدعه، يقول له حرفيا لا أريد منك شيئا غير أن أصنع منك اسما ساطعا ولامعا في تاريخ الملاكمة. عندما نتكلم عن نجم في الملاكمة فأكيد نتكلم عن عدد ساعات كبير جدا من التدريب الشاقة. جيرفونتي ديفيس يقول بأنه يشعر بالجنون أثناء التدريب، يقول أنه يشعر بإحساس غير طبيعي، يتذكر كل ما وقع له في الماضي ويقوم بتفريغ ذلك في كيس الرمل، لدرجة أنه يصل إلى ساعة من الوقت يضرب في كيس الرمل، وهذا عدد كبير جدا، سيفهمني جيدا من يتدربون الملاكمة. الأمر صعب جدا، لا يوجد هناك شيء أصعب من كيس الرمل في الضرب. ولهذا أريد أن أقول شيئا، من المستحيل مستحيل أن ينجح شخص شبعان في عالم الملاكمة، هذا الأمر لا يمكن، لأن الملاكمة هي رياضة الفقراء، رياضة المحرومين، رياضة الذين لم يجدوا أي ملجأ في هذا الحياة سوى أن يقاتلوا من أجل حلمهم ومن أجل صنع شيء في هذه الدنيا، هي رياضة المحطمين حرفيا. وأكاد أجزم لكم أن أغلب المقاتلين والملاكمين لو لم يدخلوا عالم القتال بنسبة كبيرة جدا ستجدهم يا إما في السجن في عالم الجريمة أو بيع المخدرات. نعم، الكثير منهم تحدثوا عن هذا الموضوع. الأسطورة مايك تايسون بنفسه قال في أحد التصريحات بأنه لو لم يكن ملاكما سيكون مجرما لا محالة. Mike, if you wasn't a boxer, what sport you think you'll play very well outside of boxing? If I wasn't a boxer, I'd be a criminal. I don't like any other sports but fighting. لقب جيرفونتي ديفيس هو الدبابة، وبالفعل اسم على مسمى، قوة متفجرة غير عادية. بالله عليكم أجيبوني، من يقدر على جيرفونتي؟ من يقدر عليه؟ ريان غارسيا، بيتبول كروز أصبحوا ضمن ضحاياه. كذلك في الوزن الخفيف من سيقدر عليه؟ فازيلي لوماشينكو، ويليام زيبيدا، شاكور ستيفنسون، العديد من الأسماء، لكن ولا اسم حركني أو أشعرني بالخطر على جيرفونتي أو عبد الواحد. ديفيس وصلت نزالاته في عالم الاحتراف 30 نزالا، كلها انتصارات، 28 من هذه الانتصارات بالضربة القاضية، ناهيك عن الفرجة والمتعة، يعني ليس فوز بالضربة القاضية فقط، وإنما هناك إقناع وإمتاع للمشاهد، وهذا للأسف ما نفتقده في الكثير من نزالات الملاكمة. ملاكمين حرفيا كجيرفونتي ديفيس الذي يقوم بتعذيب الخصم، وكأنه نمر يقوم بتعذيب الفريسة كما يريد، ثم بعدها يقضي عليها بسهولة. صراحة ممتع جدا، رغم أن طوله لا يتجاوز 1.66 سنتيمترا، كذلك طول ذراع ليس طويل جدا، تقريبا 1.71 سنتيمترا طول الذراع، إلا أنه يفعل أشياء لا يفعلها الملاكمون الأطول. نتذكر الذكاء القتالي العالي لجيرفونتي، أيضا قوة تحركه لا سواء على مستوى الأرجل وكذلك حركات الرأس، بالإضافة إلى الضغط الرهيب والغير عادي والسرعة في تنفيذ اللكمات. لا ننسى أيضا الثقة في النفس
والأكبر من كل هذا هو تكسير المسافات. الطريقة التي يكسر بها جيرفونتي المسافة بينه وبين الخصم صراحة تدرس. قوة لكمته التي تظهر مضاعفة شيء يخيف الخصوم، لدرجة أنه في العديد من النزالات تجد الخصم متردد وخائف من أن يبادر كثيرا، لأنه يعلم ما سيتلقاه، لأن عبد الواحد عندما يلكم فهو يلكم نحو القضاء على الخصم وليس إلى اللعب معه. يعني إذا قمت بالتوجه واختيار القوة ضد ديفيس فأنت تحكم على نفسك بالموت. دعونا نتحدث عن شيء بعيد عن المستوى القتالي لجيرفونتي ديفيس، هو تدخل القوة الإلهية سبحان الله في حياته الشخصية. فقبل 3 سنوات كان قد تعرض لحادث طائرة. على متن طائرته الخاصة انطلاقا من فلوريدا كان مسافرا هو و13 من أفراد عائلته. الطائرة أقلعت ثم سقطت مباشرة. الحمد لله لم يقع أي شيء، فقط مجرد جروح طفيفة، لكن الحادث لا قدر الله كانت الطائرة أقلعت بشكل أطول لا لقي حتفه، لكن الحمد لله إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ديفيس بعد هذه الحادثة رأيناه مؤخرا يعلن إسلامه، وهذه قصة لوحدها. أشهد أن لا إله إلا Allah. I testify that none has the right to be worshipped except Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. And I testify that Muhammad is the messenger of Allah. على خطى الأساطير محمد علي رحمه الله ومايك تايسون، جيرفونتي ديفيس أيضا يعلن إسلامه ويختار اسم عبد الواحد كاسمه الجديد بالإسلام. وهنا سنعود إلى البطل كالفين فورد مدرب ديفيس. كالفين فورد كان في السابق قسا مسيحيا، ثم بعد ذلك أصبح مسلما، اعتنق الديانة الإسلامية. وديفيس لاحظ هذا الأمر وهو يتدرب مع المدرب كالفين، ثم بدأ يحدث المدرب عن الإسلام ويحكي له الكثير عن الدين الإسلامي، ليحدث فيما بعد الخبر الجميل وهو إعلان جيرفونتي ديفيس إسلامه. لهذا السبب لم يكن ديفيس وحده من اختار الإسلام، بل مدربه هو من عرفه على الدين الإسلامي. الأمر ليس سهلا كما يعتقد البعض. العادات والتقاليد هناك مختلفة تماما عن المجتمعات الإسلامية، لذلك جيرفونتي ديفيس يتعرف على الدين الإسلامي مع مدربه شيئا فشيئا، ثم يقرأ عنه فيما بعد. لذلك ندعو له ولأنفسنا بالثبات على دين الله سبحانه وتعالى. حاليا عبد الواحد ديفيس هو أقوى ملاكم بالوزن الخفيف في عز قوته في البرايم. صراحة لا أتصور صمود أي ملاكم أمامه. لكم أن تشاهدوا نزال ريان غارسيا وديفين هيني، وكيف ظهر هيني أمام غارسيا وكيف ظهر غارسيا أمام ديفيس. هناك فروق كبيرة وكبيرة جدا، رغم إلغاء نتيجة نزال ريان غارسيا وديفين هيني بسبب أن غارسيا قد تعاطى المنشطات، لكن فقط أتكلم عن النزال وأيضا عن التقنيات. بالنسبة للتقنيات والقوة التي عند جيرفونتي ديفيس لا أجدها عند أي ملاكم آخر، وهذا يبقى رأيي الشخصي. أريد آراءكم أنتم، من الملاكم الذي ترون بالوزن الخفيف قادر على الصمود أمام جيرفونتي ديفيس؟ انتظر تعليقاتكم بخصوص هذه الحلقة. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة LCS TV، قناة مختصة بالملاكمة والفنون القتالية، يسعدنا اشتراكك ووضع إعجابك كذلك لنستمر. كان معكم أمين، إلى اللقاء.